محمد شعاع مسرور مصروي. مشروع جديد في مدينة الطيبة مسار المشي. هل لك أن تشرح لنا عن هذا المشروع وكيف قررتم إقامته وأين وصل ومتى سيتم افتتاحه؟ أولا مبروك أهالي الطيبة، مشروع جديد من أحد المبادرات الإدارة الجديدة، حيث يعاني نساء وأهالي الطيبة من موضوع رياضة المشي، حيث كانوا على مدار سنين يمشون في مناطق خطرة على شارع 444. فبعد استلامنا زمام الأمور، أول مشروع أخذنا المبادرة به هو إقامة مسار لرياضة المشي. نحن نتكلم عن منطقة خضراء، طول المسار أكثر من 600 متر في منطقة خضراء. حافظنا على المنظر الطبيعي بالنسبة للأشجار. سوف يكون هذا المسار هنا يعج في الناس، وفي نفس الوقت نوفر للناس جميع وسائل الراحة. سوف يكون المسار مضاء في الليل. هنا سوف تكون مقاعد للجلوس ومكتبات، سوف تكون مكتبات مع كتب لحث الناس على الراحة والقراءة ما بعد المشي أو قبل المشي. ومن يحب القراءة نحن نحثه على القدوم لمسار المشي للجلوس والقراءة. بما أن هناك العائلات سوف تأتي الأمهات والرجال للمشي، فوفرنا للأولاد مساحات واسعة من الألعاب ومناطق التي خصصت للأولاد، في حين الأمهات والأهالي يمارسون رياضة المشي. الأولاد سوف يكون لهم مكان آمن من ألعاب وأماكن ترفيهية. الشيء المهم أن هذا المكان سوف يكون محظور لأي حركة سير. سوف يكون هنا حدود واضحة مسكرة اللي ممنوع دخول السيارات والتراكتورونيم وحتى الدراجات الهوائية، هو مخصص فقط للمشي. نحن نعي أن الأولاد بدأوا الاستعمال هنا في الدراجات الهوائية. سوف تكون حواجز في مدخلي المسار، هذه الحواجز لكي نمنع أي تسرب أو أي دخول لسيارات أو ما يضايق عملية رياضة المشي. شيء مهم جدا هو الحفاظ على المنطقة كمنطقة خضراء. كما ترى هنا المنطقة تمتد على مساحات شاسعة اللي هي كلها خضراء، مع خطوط ارتداد أكثر من 110 متر من الجانبين، لكي يتوفر هنا الهواء النقي وينتهي المسار في منطقة الكانتري التي سوف نبدأ بها عن قريب في العمل. من يخرج من الكانتري يمكنه أن يأتي لممارسة عملية رياضة المشي، ومن ينهي عملية رياضة المشي يمكنه الانتهاء في الكانتري. امتداد رياضي واضح في كل المنطقة. أما بالنسبة لموعد الافتتاح الرسمي، نحن نرى منذ أيام الناس تمارس الرياضة. رواد المسار يوميا هم بالعشرات، والافتتاحية الرسمية للمسار سوف تكون عما قريب بعد إنهاء الأشغال الأخيرة مثل الإنارة، المقاعد، الجنائن. وإن شاء الله نحن مش أكثر من شهر سوف يكون جاهز في جميع التجهيزات التي تخص هذا المشروع كما خصصت في التخطيط.